7 علامات في لغة الجسد. لو لقيت اكتر من علامتين 3 موجودين فيهم، اعرف ان الشخص اللي بيتعامل معاك مش مستريح لك ومش حابب ان هو يتعامل معاك. العلامة الاولى اتجاه الرجلين. لما تبقى واقف بتتكلم مع حد، من الطبيعي ان انت تبقى واقف باصص له كده، يعني رجليك عاملين كده وهو الناحية التانية باصص لك وعامل رجليه عاملة كده نفس الاتجاه، فانتوا الاثنين رجليكوا في اتجاه بعض، بمعنى جسمكوا في اتجاه بعض. لكن لو انا بتكلم معاك ومديك جنبي، فانت واقف قدامي كده وانا واقف كده، شايفين المنظر غريب ازاي؟ يعني انت بتكلمني من الجنب مش بتكلمني من وشي. ده غالبا معناه ان الشخص مش مستريح ومش حابب فكره ان هو يبقى واقف بيتكلم معاك، فبيحاول ان هو يتجنبك. انا لما باجي اتكلم مع حد بقرب ليه، طبعا ما بخشش في المساحه بتاعته وببقى مواجه ليه عشان يحس ان انا مركز معاه، مش ان انا ببص على حاجه تانية. النقطه الثانيه، لو الشخص قاعد، في ناس بتحب ان هي تحط رجل على رجل، ده العادي بتاعهم مفيش مشكله. بس لو انا قاعد قاعده عاديه جدا ومره واحده انت قلت حاجه فالحاجه دي ضايقتني، فانا يا اما ان انا ربعت ايدي بعديها او ان انا حطيت رجل على رجل بعديها، غالبا ده برضو بيبقى احساس. طبعا انت لازم تاخد بالك الحركه دي اتعملت امتى، اتعملت بعد جمله معينه ولا اتعملت بسرعه عشوائيه، فتقدر تحس منها اذا كانت الجمله دي عملت مشكله ولا لا، فالشخص اخذ موقف دفاعي شويه وقفل شويه. النقطه اللي بعديها المساحه الشخصيه. في مساحه شخصيه ما بين اي اتنين واقفين بيتكلموا. بص على اي اتنين واقفين بيتكلموا في الشارع، مش يبقوا بقهم في بق بعض، بيبقى في مساحه شخصيه ما بين الشخصين وهم واقفين كده، يبقى في مساحه ما بين ده وده. لو لقيت حد انت بتتكلم معاه عمال بيبعد عنك وعمال بيوسع المساحه اللي ما بينك وما بينه بطريقه يعني عنيفه شويه، اللي هو مره واحده تلاقيه بعد كده، اعرف ان هو مش مستريح ابدا، او ان انت قريب زياده عن اللزوم، فده مش مريح بالنسبه له. المساحه الشخصيه بتديك انديكيشن. الصحاب بتلاقيهم قريبين قوي، الناس اللي ما يعرفوش بعض بيبقى في مسافه ابعد شويه، الناس اللي كارهين بعض بيبقى في مسافه ابعد شويه. النقطه اللي بعديها الشفايف. دي محتاج ان انت تركز عشان ممكن تقفل وتفتح في ثواني. انا قاعد كده وحد قال حاجه، فمره واحده تلاقي شفايفي ضغطت على بعض. شفت الحركه بتاعت بقي دي؟ الحركه دي لا اراديه بتتعمل من الواحد لما يبقى هو حاسس ان هو ايه الموقف السخيف اللي بيحصل ده، فاللي هو يعني يا رب نخلص عشان نمشي. فتخلي بالك برضو من الشفايف وهي بتقفل وتكرمش كده على بعضها. عندك بعد كده الابتسامه الكاذبه. تعرف منين ان الشخص اللي قدامك بيبتسم من قلبه ولا بيتصنع الابتسامه؟ اللي بيبتسم من قلبه بتلاقي عينيه وبقه ابتسموا مع بعض، فلما بيجي يضحك بتلاقي عينيه بتكرمش شويه وبقه بيطلع لفوق. الابتسامه الكاذبه بتبقى بالبق بس، يعني كده تحس ان هو واحد قتل قتله، يعني كده معرفش بصراحه يعملوها ازاي كده. فلو العين ما قفلتش مع البق غالبا دي ابتسامه كاذبه. ولو الشخص ابتسم ابتسامه كاذبه فمن الغالب ان هو يكون مش مستريح في الكلام وبيجامل الشخص اللي قدامه عشان يخلص الدنيا ويمشي. النقطه الثانيه فكره ان الشخص على طول يبقى عمال بيبص في كل حاجه او في كل اتجاه الا الاتجاه اللي انا بتكلم معاه فيه. فانا بتكلم معاكم وطول الوقت عمال ما انا فاهم والله، يعني لا هو الموضوع ان شاء الله خير يعني باذن الله، تمام انا فاهم والله، لا ان شاء الله. طول ما هو عمال بيبص بعيد كده دي علامه مش كويسه. او حته العينين، مره واحد تلاقيه كل شويه عمال يعمل كده بعينيه، مش عارف عينيه تبقى باينه ولا لا، عمال يعمل كده بعينيه. هو متضرر من الكلام معاك ومن الباين من الحته دي في عينيه ان هي عماله بتكرمش كرمش ان هو عايز يمشي. فاهمك اكيد، لا ايوه فاهمك. برضه تاخد بالك ان دي علامه. طيب هل لو انا شفت علامه واحده من العلامات دي معناها ان الشخص اللي قدامي كده؟ مش بالضروره، قد تكون هناك 3 4 علامات وهو دي حاجات طبيعيه فيه في طريقه كلامه. انت بتحتاج تترجم العلامات دي بجانب سياق الكلام. مره واحده لقيته بدا في سياق الكلام يقفل الموضوع، مره واحده لقيت ان هو مش مستريح، بتترجم سياق الكلام بجانب العلامات. ما بتاخدش السياق لوحده، ما بتاخدش العلامات لوحدها، انت بتترجم الاثنين على بعض. فبناء عليه تعرف ان انت محتاج تغير في الكلام اللي انت بتقوله، محتاج ان انت تبقى خفيف اكتر، محتاج ان انت تخلص الوقفه وتمشي بسرعه عشان هو مثلا عايز يمشي. تحاول ان انت تبقى خفيف وتغير الموضوع على قد ما تقدر بحيث ان الشخص اللي قدامك ما يبقاش متضايق وهو واقف معاك. كالعاده ادعي لي.